السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف أمير. اليوم إن شاء الله راح نديرو مع بعض وصفة بزاف هايلة، وصفة سهلة مهلة وبزاف يعني راح تحبوها. هي عبارة عن كيك متكون من طبقتين، طبقة من الكيك وطبقة من كريمة الليمون المنعشة. راح نحضروها بمكونات بسيطة راح تعطيكم نتيجة بزاف هايلة، أيضا بحجم عائلي يعني كمية لا بأس بها. بلا ما نطول عليكم نخليكم تشاهدوا الوصفة تاع نهار اليوم اللي ننصحكم أنكم تجربوها. إذا عجبتكم ما تنسوش الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، هكذا باش دائما تتوصلوا بجديد الوصفات. نخليكم تشاهدوا الوصفة، نتمنى لكم فرجة ممتعة. إذا في هذه الوصفة راح نستعملوا هذا المول العجيب اللي تلقاوه متوفر في الأسواق ولا عند اللي يبيعوا مستلزمات الحلويات. كنت دهنته بكمية تاع الزبدة ورشيت عليه الفرينة ونخليه في جهة. دروك نروحوا نجيبوا هنا إناء ونحضروا مع بعض الكيكة تاعنا. بالنسبة لهذه الكيكة راح نحتاجو فيها 3 حبات تاع بيض، وكما راكم تشوفوا استعملت كاس تاع 220 مليلتر. راح يعطيني يعني حوالي كاس إلا ربع تاع بيض. يعني البيض تاعكم من الأفضل أنه يكون بدرجة حرارة الغرفة، أيضا تكون الحبة شوية كبيرة ماشي حبة صغيرة. راح نضيف عليها أيضا كاس إلا ربع تاع السكر عادي، ونخلطوا هذاك السكر جيدا مع البيض. إذا في هذه المرحلة راح نجيبو هنا مبشور تاع حبة ليمون نضيفوه للبيض والسكر ونكملو نخلطو. تقدروا أيضا أنكم تضيفوا شوية تاع لافاني، وما تخافوش يعني من نديرو مبشور الليمون ما راحش تجي كامل ريحة تاع البيض في الكيكة تاعكم. وكما قلت لكم هذه الكيكة راح تجي بذوق الليمون، لذلك استعملنا مبشور الليمون في الكيكة تاعنا. إذا نبقاو نخلطوا هذاك البيض مع السكر جيدا باستعمال الخلاط اليدوي فقط. ومن بعد راح نجيب هنايا كاس إلا ربع تاع زيت نباتي، ونبقاو هكذا نضيفوه تدريجيا. يعني نضيفو الكمية الأولى نخلطو مليح باش يعني هذاك الزيت يدخل لنا مليح في البيض والسكر، ونروحو نضيفو أيضا الكمية الثانية بنفس الطريقة ونخلطو. وفي الأخير يعني نكملو كامل الكمية تاع هذاك الزيت. كيما قلت لكم هذه الكيكه راح تكون عباره عن طبقه اولى، يعني راح تجي بزاف خفيفه هكذا طريه وتحسوا يعني شويه باللي راهي مشربه ماشي ناشفه بزاف. وكما قلت لكم راح تعطيكم نتيجه بزاف هايله. اذا بعد ما كملنا الكميه تاع الزيت راح يعني نخلطوها جيدا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد راح نضيفوا هنايا كاس الا ربع تاع حليب اللي يكون عادي، يعني ما تستعملوش حليب بارد بزاف وما تستعملوش حليب ساخن، يعني استعملوا حليب بدرجه حراره المطبخ. إذا بعد ما خلطنا كامل المكونات جيدا راح نضيفو هنايا الفرينة أو الدقيق الأبيض. يعني هنا ما كانش كمية محددة لأنه كل فرينة وكل دقيق أبيض وشحال يشرب الكمية تاع السوائل. حنا راح نضيفو هنايا يعني تدريجيا حتى نتحصلوا على القوام المناسب تاع الكيكة تاعنا. وبلا ما ننساو أيضا نضيفو كيس تاع خامرة الحلويات، يعني هكذا باش الكيكة تاعنا تجينا منفخة وتجينا بزاف هايلة. نبقاو نضيفو في ديك الفرينة تدريجيا ونخلطو باستعمال الخلاط اليدوي كيما راكم تشاهدوا. كما قلت لكم نبقاو نضيفو في الفرينة. وقتاش نعرفو بلي رايحين نتوقفوا عن الفرينة؟ يعني من تشكلوا هكذا حرف تاع 8 في العجينة تاعكم، تشوفوا يعني بلي بقى معاكم لمدة طويلة هكذا تعرفوا بلي القوام تاع الكيك تاعكم راه بزاف هايل. وما تحاولوش انكم تضيفوا الفرينة بزاف باش ما يجيكمش ثقيل. ديروا يعني الخطوة اللي قلت لكم عليها. دروك هنا راح نجيبوا هذاك المول كما قلت لكم لازم يكون مدهون بالزبدة ولا بالزيت، وترشوا عليه الفرينة هكذا باش تضمنوا بلي ما يسقلكمش يعني في الحواف. وكما تعرفوا يعني هذاك المول راه فيه بزاف لي ديتاي، ف يعني ننصحكم أنكم تدهنوا مليح باش بعد ما تقلبوه راح يتنحى كامل بلا ما يلصق معاكم. تقدروا مثلا أنكم تستعملوا شكل واحد آخر تاع مول، ماشي لازم عليكم تتقيدوا بهذا الشكل. تقدروا أيضا أنكم ديروا هذاك المول اللي يجي محفور في الوسط، راح يعطيكم نفس النتيجة. إذا نحطوا مباشرة الكيكة تاعنا في الفرن اللي يكون مسخن مسبقا على 180 درجة، ونخلوها حتى تطيب وتدي هكذا تحميرة خفيفة من فوق. ومن بعد كي تعرفوها بلي طابت تدخلوا فيها عود تاع كيردون وتشوفوها باللي راهي طايبة مليح، ومن بعد تروحوا تنزعوها وتقلبوها كيما راكم تشوفوا. رايحين تلاحظوا أن الكيكة تاعكم تتقلب معاكم بكل سهولة كيما راكم تشوفوا وتحصلن على هذا الشكل. تقدروا أنكم تخلوها كيما راهي، يعني تتقيدوا بهذه المرحلة فقط. كما تقدروا أنكم تضيفوا لها الكريمة اللي راح نديروها، وصدقوني يعني هذيك الكريمة راح تعطيها بنة على بنة. إذا نخليو الكيكة تاعنا تبرد هنايا على جهة كيما راكم تشوفوا، ونروحوا نحضروا مع بعض الكريمة تاع الليمون اللي تجي بزاف حيلة وراح تضيف لكم بنة بزاف حيلة الكيكة تاعكم. بالنسبة للكريمة راح نحضروها بذوق الليمون، تقدروا أيضا أنكم ديروها بذوق الشوكولا. راح نعطيكم يعني الوصفة تاع الشوكولا والوصفة تاع الليمون. بالنسبة للوصفة تاع الليمون راح نديرو 3 ملاعق كبيرة تاع مايزينا على نار اللي تكون طافية. وفي كاسرونة نحطو أيضا 3 مغارف كبار تاع السكر، 2 مغارف كبار تاع فلون بذوق الفانيليا ولا بذوق الليمون، ونضيفوا أيضا 3 كؤوس تاع حليب. إذا كنتم حابين أن الكريمة تاعكم تجيكم بذوق الشوكولا، تقدروا أنكم تعوضوا الفلون تاع الفانيليا بالفلون تاع الشوكولا. تضيفوا ملعقة تاع سكر وتضيفوا أيضا ملعقة تاع كاكاو، وتخلطوا هذه المكونات جيدا كما راكم تشوفوا على نار متوسطة حتى يقعدوا معكم.
إذا نبقاو نخلطو بلا ما نتوقفو حتى يتقال معنا هذا المزيج، لكن قبل ما يتقال راح نضيفو له هنايا عصير تاع نصف حبة ليمون اللي نكونو ضفنا لها شوية تاع ملون أصفر باش يعطينا هذاك اللون الأصفر تاع الليمون. إذا كنتو يعني حابين تستعملوا كريمة بذوق الشوكولا، في هذه المرحلة تقدروا أنكم تضيفوا حوالي 50 غرام تاع الشوكولاتة بالحليب ولا سوداء اللي تكون نوعية جيدة باش الكريمة تاعكم تجيكم بزاف هايلة. إذا بعد ما بقينا نخلطو راح نتحصلوا على هذا القوام كيما راكم تشوفوا الكريمة تاعنا خلاص راهي واجدة. راح نخلوها لمدة دقيقة على النار وهي هكذا تبقبق باش يعني هذيك البنة تاع المايزينا والريحة تاع المايزينا كامل تتنحى. نكملوا نخلطوها مليح وراهي واجدة معنا الكريمة تاعنا. بعد ما كملنا راح نعاودو نجيبو هذاك المول اللي كنا يعني مسحناه بالبابي اسويتو ولا تقدروا انكم تغسلوه. من الافضل انكم تدهنوه بكميه صغيره فقط تاع زيت باش تضمنوا انه الكريمه تاعكم يعني ما تلصق لكمش في الصينيه. اذا كانت يعني القالب تاعكم ولا الصينيه تاعكم النوعيه تاعها مليحه تقدروا انكم يعني ما تدهنوهاش كامل بالزيت، تفرغوها مباشره كما انا درت. ومن بعد راح نفرغوا هذيك الكريمه كيما راكم تشوفوا وهي ساخنه، فرغوها مباشره في هذاك القالب. حاولوا انكم يعني توزعوها مليح في الاطراف هذوك. ومن بعد واش نديرو نروحو نجيبو الكيكه تاعنا ونحطوها مباشره فوق الكريمه. هنايا كاين بزاف الناس يعني الكريمه تاعهم ما تنجحش معاهم وهذيك الكيكه يعني تشرب لهم كامل الكريمه والشكل تاعهم ما يجيهمش يعني مليح. فننصحكم انكم تتبعوا يعني جميع المكونات بالتفصيل هكذا باش تنجح معكم الوصفه، لانه كما نجحت معايا انا نتوما تاني يعني لازم تنجح معكم. إذا كما قلت لكم نحطوا الكيكة تاعنا نضغطوا عليها مليح يعني باستعمال اليد فقط. حاولوا انكم تضغطوا عليها مليح حتى تشوفوا بلي هذيك الكريمة يعني طلعت معاكم شوية هكذا في الأطراف. دروك واش نديرو نخلوها تبرد لمدة 4 ساعات. نخلوها فوق لو بلون دو طرافاي تبرد مليح ومن بعد راح ندخلوها للثلاجة حوالي ساعة ومن بعد راح نقلبوها ونتحصلوا على هذه النتيجة كما راح تشاهدوا معنا. بعد ما تقلبوها عطوها هكذا شوية تاع وقت وراح تتنحى معاكم بكل سهولة كيما راكم تشاهدوا. تحصلوا على هذه النتيجة كيكة بطبقتين، طبقة تاع كيك وطبقة تاع كريمة بذوق الليمون. نسيت هنا ما قلتلكمش معلومة فقط، تقدروا انكم يعني بعد ما تحطوا الكيكة تاعكم فوق الكريمة تشربوها شوية للناس اللي يحبوا الكيك تاعهم يجي مشرب. تقدروا انكم تشربوها اما بالحليب ولا بعصير الليمون، راح تعطيكم ايضا نتيجة بزاف هايلة. اذا راح نقسم امامكم قطعة شوفوا هنا كيفاش جا دايرة. يعني الكيكه هذيك تجي خفيفه مع الكريمه تاع الليم. يعني واش نقول لكم بنه على بنه. فننصحكم تجربوا هذه الوصفه. اذا عجبتكم ما تنساوش الضغط على زر اللايك الاشتراك في القناه هكذا باش كل ما نحط وصفه جديده توصلكم. وما تنساوش انكم تفعلوا زر التنبيهات ولا يعني هذاك الجرس باش هكذا يوصلكم جميع الوصفات. إذا كما شفتوا كانت هذه وصفتنا نهار اليوم، نتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنساوش أنكم تجربوها تبارطاجوها مع أصدقائكم. شوفوا هنا كيفاش جات دايرة، جات بزاف خفيفة. إذا ما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير، الله في روحكم، نتلاقى في وصفات لاحقة، مع السلامة.